السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. بالنسبة للوصفة ديال اليوم عبارة عن عصير ديال الخيار كيجي ولا أروع. صدقوني غادي تجربوه وغيعجبكم وغادي يرجع عندكم معتمد، بالخصوص في الشهر الكريم اللي راه على الأبواب، الله يدخلوا علينا بالصحة والراحة. وعواشركم مبروكة. ودابا إن شاء الله نمشيو نشوفوا الطريقة والمقادير. ولهاد الوصفة هذه غادي نحتاجو واحد الخيارة، واحد الحامضة أولا ليمونة، وواحد التفاحة. وأول حاجة غادي نديرها هي غادي نحك هذيك الحامضة، هذيك القشرة الصفرا فقط. ما نحاولوش اننا نحكو حتى ديك البيضه، لان ديك البيضه كتكون شويه مره بزاف. يعني من الاحسن اننا نحكو فقط هذيك القشره الصفراء. صافي غادي نحكها مزيان، ومن بعد غادي نقشر هذيك الحامضه، وغادي نقطعها لقطع صغيره كيف ما كتشوفوا معايا. هنا غادي نشد هذيك التفاحه حتى هي، غادي نحاول ما امكن انني نقيها، وغادي نقشرها هكا كما غادي تشوفوا معايا. ممكن ما تقشروهاش الا بغيتو، لان بطبيعه الحال راه حنا غادي نصفيو هاد العصير هذا، يعني ما غاديش نخليوها هكاك. صدقوني هاد العصير من افضل العواصر اللي كيعجبوني انا شخصيا، واللي كنعتمدهم في الشهر الكريم. يعني هذا ديال الخيار وديال الفريز وديال الباربا، هادو كيحمقوني بزاف. المهم غادي نكملوا الوصفه. هنا شديت الخيار، من بعد ما قطعت التفاح حتى هو غادي نقطعو بالقشور ديالو البنات، ما تقشروهش. راه ديك القشره ديالو كتعطي داك اللون الاخضر زوين كيجي في العصير. هنا ضفت 2 معالق ديال السكر، ومن بعد غادي نضيف الكميه ديال الماء اللي تقريبا درت نصف لتر ديال الماء. ومن بعد مشيت طحنته البنات، وغادي نصفيه هكا بواحد المصفاة كما غادي تشوفوا معايا. ولا كنتو باغيين هذوك الالياف، يعني ديال العصير، انه ديال دوك الفواكه اللي درنا والخيار ما يهبطوش، ممكن انكم تصفيوه بشي صفايه اللي تكون رق من هذه اللي عندي. وإلا كنتِ بحالي خلّيه كيما هكا، راه كيجي زوين الصراحة، كيعجبني واخا كيكون شوية ثقيل. ولكن ممكن كيما قلت لكم إنكم تحكموا في الكمية ديال الماء، حتى هي ضرورية أنكم تشوفوا شنو غادي يعجبكم، وضيفوا الماء على حسب الرغبة. كيما كتشوفوا معايا العصير ديالي ها هو دا وجد. غادي نقدموه بالصحة والراحة، كيجي الصراحة بنين. هنا بالنسبة لعندي أنا ضفت هنا واحد الإضافة، ولكن صراحة ما كنديرهاش دائما، غير هكا كفكرة. ممكن تعتمدوها حتى نتوما، لأن الصراحة كيجي واعر بحال كتشربي شي مناضة. يعني هنا ضفت الماء الغازي، ولكن ممكن الاستغناء عليها تماما. وصافي كيكون العصير ديالنا هكا واجد، كيجي زوين بزاف. صراحة ما قدرتش انني نساين حتى ندير هاد التزيين هذا. بديت شرب يعني شربت منه قبل ما نزينو. هنا بالنسبه إلا كانوا عندكم ضيوف ولا شي حاجه، من الأحسن أنكم تزينوا هكا بقطع ديال الحامض وديال الخيار، هكا باش الناس تعرف شنو ديالاش داك العصير. وصافي أنا غير على ود دابا هكا التصوير درت زينت واحد شوية. صافي العصير ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى من كل قلبي أن الوصفة ديال اليوم تكون نالت الاستحسان ديالكم. وإلا عجبك الفيديو وشتيه كيستحق، ما عليك غير تبارطاجيه مع الأهل والأصدقاء، هكا باش تعم الفائدة. ولا كنتي اختي مازال ما درتيش واحد اللايك، ديري لي عافاك واحد اللايك، واشتركي في القناة إلا كنتي مازال ما اشتركتيش، وفعلي زر الجرس هكا باش يوصلك كل جديد. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، حتى الفيديو القادم إن شاء الله، ومع السلامة.